انت مولوده هنا في ايطاليا؟ سي. والدك ووالدتك الاثنين مصريين؟ نو، بابا مصري وماما مغربية. اي دوله من الثلاثه تحبي تعيشي فيها طول حياتك؟ ايطاليا، مصر، ولا المغرب؟ نو، المغرب ومصر بروح لهم للصيف، بس ايطاليا اتزادت هنا وكبرت هنا زي بيتي. تقدريش تغيري نو، إيطاليا؟ ما اقدرش. ايطاليا غيرت فيك حاجات كتير؟ بكبر مع الناس ليه، بس ديني وحدي، ودين الناس التانية هم دينهم. عادات والتقاليد انا ما اثرتش عليك نو خالص؟ خالص. لو فكرت في يوم من الايام تتجوزي واحد ايطالي او مصري او مغربي، بس انا صغيرة على الجواز، بس ايطالي لا، واحد من بلدي. انت اصلا جنسيتك ايطاليه؟ ايطاليا سي. تغيري الجنسيه بتاعتك لمصريه مثلا، بس هيدوكي في المقابل 10000 يورو في مقابل انك تبقي جنسيتك مصريه. نو، همسك الايطالية زي ما مسكتها من اول مرة هخليها. ما تحبيش تغيري؟ عشان انا اصلا هعيش هنا، اغير ليه؟ حتى على مش حابة الفلوس ما تغيري. عنديش مشكلة، هخلي الايطالية وبس. في هنا ما فيش رمضان ولا في العيد ولا الحاجات دي كلها، مع عيلتي بنحس بالاجواء دي، حتى لو صعبة بس عندي صاحبات. بس انت عمرك ما جربتيه في مصر او في المغرب؟ ممكن جربتهم في مصر في المغرب. هناك زي هنا؟ نو، حاجة تانية. حاجة تانية حاجة خالص. تانية تعرفي التعليم في مصر او في المغرب عامل ازاي ولا؟ سي اعرف اليوم بيقولوا عليه شوية صعب. طب تفتكري التعليم في مصر ولا في ايطاليا احسن؟ نو، في ايطاليا. تحبيش تسيبي ايطاليا؟ نو، ديني صعبة. تعيشي في فرنسا مثلا؟ ممكن. طب ايه الدولة اللي تحبي تروحي تزوريها؟ دولة عربية؟ دبي. لا عايزة فلوس كتير. ما اشتغل عليهم.